راديو القاهرة الكبرى يقدم اتعلمت. القناعة والذكاء. بسمع كلام بابا. اتعلمت. بسمع كلام ماما وتيتا وجدو. بحب صحابي. اسكتوا بقى عشان نسمع حكايات كوم. إعداد وتقديم شاهيناز مصطفى. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم معانا وحكاية جديدة وحكاياتكم. يلا بينا نسمع حكاية النهاردة مع دكتورة حنان عبد الرازق، وهتحكي لنا حكاية إزاي السحب بتتكون عشان تنزل لنا المطر. اصحابي الحلوين، ازيكم؟ قبل ما الشتاء يروح ويسيبنا انا عايزه احكي لكم ازاي السحب بتتكون. السحب اللي بتبقى في السماء دي لما تيجي الدنيا تمطر، يا ترى السحب دي ازاي بتتكون وازاي المطر ده نفسه بينزل علينا؟ تعالوا احكي لكم. السحب بتتكون لما المية اللي في البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار وأي حاجة فيها مية على الأرض تبدأ تتبخر. طب بتتبخر ازاي؟ بتتبخر بفعل أشعة الشمس. الشمس بتبتدي انها تسلط الأشعة بتاعتها على المية دي كلها، فتبتدي انها تسخنها وتتبخر. وكلمة تتبخر يعني المية دي بتتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية، يعني بتبقى بخار مية. وعشان تتخيلوا ده ممكن يكون بيحصل ازاي، ممكن تلاحظوا معايا اي كنكه او حله ماما بتكون حطاها على النار. لما بتسخن الكنكه او الحله دي وهي فيها ميه، بتلاقي فيه بخار ميه سخن طالع من الحله او من الكنكه دي. ولو فضلت الحله دي على النار، الميه اللي فيها بتبتدي تقل شويه شويه شويه، لان كميه الميه بتبتدي تتبخر وبتطلع من الحله في صوره بخار. وهو ده اللي بيحصل بالظبط في الميه اللي بتبقى موجوده في اي ميه على سطح الارض، سواء بحار او محيطات او انهار او بحيرات. بالظبط بتبقى دي كأنها زي المية اللي جوه الحلة، وأشعة الشمس بتكون النار اللي بتسخنها، وبيبتدي يحصل إن بخار المية يطلع فوق فوق في السماء. طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بعد كده المية بتاعت البحار أو المحيطات لما بتطلع في شكل بخار مية بتترفع لفوق في الهواء لحد ما توصل للغلاف الجوي. وفي الغلاف الجوي الدنيا بتبقى ساقعة قوي، بتكون فيه برودة. فالبخار ده لما بيتخبط في الغلاف الجوي والبرودة بتاعته، بتبتدي تحصل عملية تانية اسمها عملية التكثف. يعني ايه عملية التكثف؟ يعني البخار ده بيتحول لمية تاني. وده اللي بيحصل دايما لما اي بخار سخن بيتخبط في اي لوح او اي جسم او اي شيء ساقع، فيبدأ البخار يتحول لقطرات مية. وده كمان ممكن تقدروا تشوفوه مع الحلة اللي كنت بحكي لكم عليها. لو طلبتم من ماما تساعدكم بانها تحط غطا الحلة قدام البخار بتاع المية اللي خارج من الحلة، ولو كان طبعا الغطا دوت ساقع مش سخن زي الحلة، هتلاقوا نقط مية ابتدت تتكون على الغطا ده. وكل ما بخار المية اللي خارج من الحلة بيخبط في الغطا الساقع اللي ماما حطاه فوق الحلة، بتبتدي يتكون على الغطا ده نقط مية بسيطة. وده زي ما قلنا اللي بيحصل بالظبط في بخار المية اللي طالع من البحار والمحيطات لما بيخبط في البرودة بتاعة الغلاف الجوي. بتبتدي تتكون قطرات من المية نتيجة حدوث عملية التكثيف اللي احنا قلنا عليها ان البخار يرجع يتحول تاني لسائل. طب نرجع بقى للبخار اللي خارج من البحار والمحيطات ده، ازاي بعد ما بيتخبط في البرودة بتاعة الغلاف الجوي بيعمل السحاب؟ بيبتدي ان هو لما يتقابل مع البرودة بتاعة الغلاف الجوي يكون قطرات صغيرة من المية. القطرات دي بتبتدي تتجمع 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 فوق خالص في السماء في الغلاف الجوي، تفضل تتجمع مع بعضها. وكل ما تتجمع مع بعضها اكتر تكون سحابة اكبر، كل ما تتكون مع بعضها اكتر تكون سحابة أكبر. وكل ما تتكون مية كتير في السحابة دي بتخليها تقيلة، ولحد ما بتوصل لتقل معين بتبقى السحابة مش قادرة تشيل التقل ده، خلاص الحاجة بقت تقيلة عليها قوي، فتبدأ تنزل المية دي على الأرض، وده هو بيكون المطر. المطر ده يا أصحابي بالنسبة لنا بيعتبر مصدر طبيعي من مصادر المية، ودايما متجدد لأنه مش بيخلص أبدا. ليه مش بيخلص أبدا؟ لأنه عبارة عن دورة متكررة بتلف بكل مراحلها، كل شوية تبدأ من جديد وتعمل المراحل بتاعتها، ولما تخلص تبدأ تاني من جديد.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني البحار والمحيطات والانهار لما بتتبخر ويطلع البخار فوق في الغلاف الجوي ويتقابل مع السقعة الموجودة في الغلاف الجوي وتتكون السحب، وبعدين ترجع تنزل المطر تاني على الارض، بتنزله على الارض وفي البحار وفي المحيطات مرة تانية، وبعدين تاني اشعة الشمس تبتدي تبخر المية دي تاني وترتفع في الغلاف الجوي وتقابل البرودة بتاعة الغلاف الجوي وتبتدي يحصل عملية التكثيف وتتجمع تاني قطرات المية وتكون لنا السحاب اللي بينزل لنا المطر تاني على الأرض تاني في البحار والمحيطات، وهكذا وهكذا. دورة متجددة بتفضل تلف بكل مراحلها وما بتخلص. علشان كده بنقول إن مية المطر دي مصدر طبيعي من مصادر المية ودايما متجددة. وسبحان الله، دي حاجة ربنا خلقها لنا عشان المية دي أهم حاجة في حياتنا، أهم حاجة على كوكب الأرض. دي أكتر حاجة بتميز كوكب الأرض، إنه دايما فيه مية، والمية إحنا دايما بنستفيد منها علشان بتروي الأرض اللي بيطلع لنا الزرع اللي بناكل منه، وكمان بنشرب منها. فهي فعلا اللي عاملة لنا الحياة على كوكب الأرض. شكرا لكم يا أصحابي، واستنونا بكرة في نفس الميعاد وحكاية جديدة. ولكم تحيات لميس سعيد، هندسة إذاعية، وتحياتي حكايات كوم. إعداد وتقديم شاهيناز مصطفى.